يا هلا والله، صبحكم الله بالخير. فلوج جديد، فلوج الرابع في القناة إن شاء الله. اليوم راح يكون عندنا تجهيز وجبات وريست للأسبوع بالمقاضي اللي بنشتريها. اليوم أنا بخليه إني أخذكم معي السوبر ماركت، تشوفون وش الخيارات اللي أحبها وش الأشياء اللي أخذها، وأوريكم قيمة الفاتورة اللي بالعادة أطلع بها بشكل أسبوعي، وبعدها بنرجع هنا وبنسوي تجهيز وجبات للأسبوع كله. فاليوم طبعا تو بادي بالنسبة لي، أتوقع واضح من شكلي وصوتي. بسوي قهوتي، بروق، بكتب اللستة حقت المقاضي اللي بحتاجها، وبعدها بنطلع. طبعا الحين الساعة 7:17 الصباح. درجة الحرارة ما أدري إذا واضح عندكم ولا لا، 6، بس مكتوب it feels like 1، يعني جمدة. فبنسوي القهوة الحين، بنسولف شوي، بنطلع السوبر ماركت. صار محصول اليوم، هذا هو محصول اليوم، اسمه عبلة اثيوبي، مكتوب عليه قوام ممتلئ عطري نكهة الشاي، يعني في إيحاء. هذه قهوة اليوم. بشكل عام يعني أقدر أقول 90% من أنواع القهوة اللي أشتريها، أو حتى 99%، تكون أثيوبية. إذا عندكم اقتراحات لأنواع يعني بن حلوة شاركوها معي بصراحة، لأني أنا معلق مرة على الأثيوبي، وما أدري جربت نوع برازيلي أو كولومبي أتوقع، كان فيه حموضة يعني بزيادة، ما عجبني. فأنا بصراحة أفضل الأنواع اللي فيها مرارة شوي، يعني أميل لها أكثر من الحموضة في القهوة. طبعا أنا قبل ما أروح السوبر ماركت، يعني اليوم صادف إني رايح الصباح مرة يعني بشرب قهوتي وبطلع. بس من الأشياء اللي يعني بالعادة أسويها قبل ما أطلع السوبر ماركت إني أكل وجبة. يعني هذا الشيء اكتشفت إنه من جد يفرق مرة معي قراراتي ومخي لما أكون في السوبر ماركت، لأني لما أكون شبعان أحس إن القرارات اللي أتخذها تكون مرة مختلفة عن لما أكون جايع. لما أكون جايع وأروح السوبر ماركت كذا لا شعوريا أحس إني أميل لأشياء معينة. أحيانا أشوف شيء يعني أحس إني أشتهيه، خرابيط، كتكاتات، شيبسات، حلويات. بس لما أكون يعني شبعان لا، أحس إني أشوف ذي الأشياء وما تأثر فيني مرة، فما أضطر إني أجيبها معي. عاد موضوع هل أنا أقدر أكلها أو ليش أجيبها البيت، هذا يعني بسولفكم عليه بعدين، لأنه ما أدري، أنا بالنسبة لي أحس إن الموضوع سايكولوجي أكثر. لما أقرر إني ما أجيب الشيء للبيت يكون أفضل بالنسبة لي أنا، لأن أنا من الناس اللي ممكن ما عنده تحكم بكميات الأكل اللي يأكلها، بالذات في الحلويات والأمور هذه. لما تكون قدامه، لما تكون available عنده، لما تكون كذا محطوطة عندي باكلها. فالأسلوب اللي شفته ينفع معي بصراحة أنه ما أجيبها، خلها في السوبر ماركت. متى ما اشتهيتها يعني ممكن مثلا أخذ لي سناك واحد، بس يعني يكون ماخذ مثلا من بقالة أو كذا، بس ما أروح أشتري مقاضي وأنا جوعان وأضف لي كمية، لأني أحس إني أشتري أشياء كثيرة مرة لما أكون رايح السوبر ماركت وأنا ميت جوع، فهالشيء يأثر على قراراتي الشرائية. فعموما الحين بنسوي قهوتنا. عاد بصراحة أمس يعني كان يوم شوي خارج عن الروتين بالنسبة لي، إن طلع لي مشوار في الليل، طلعت له وما رجعت إلا مرة متأخر، تقريبا على الساعة 1 كذا. فرجعت على أساس إني على طول بنام، لأني عارف إني بصحى اليوم بصور، بس ما جاني النوم. يعني قعدت أتقلب، فحسيت إني يعني طول فترة الليل يدوب نمت يمكن 3 ساعات بس. فيوم بديت أسمع العصافير وكذا قلت يا رجال خلاص ما عاد فيها نوم. فالكافيين هذا اللي الحين قاعد أشربه أو بشربه بيكون هو الطاقة اللي خليني أصور لكم الفلوج هذا إن شاء الله. بنشوف عاد لأن حتى الوجبة اللي بجهزها لكم اليوم ما بعد قررت وشي، قلت بقررها وأنا في السوبر ماركت، بشوف إيش الأشياء اللي مثلا بشوفها شدتني بشتريها ونسوي منها وجبة. وصح تذكرت، إن شاء الله ما أنسى في ذا الفلوج بعد أبوريكم طريقة الحفظ والتخزين حقة الوجبات. لما تسوون وجبات بكمية كبيرة كيف أو وش أفضل طريقة إنكم تحفظونها، وأتكلم على الثلاجة والفريزر. إن شاء الله يعني بخلي فيه شرح هذه النقطة في الفلوج هذا بإذن الله. هذه قهوتنا جاهزة طبعا، كوبيتي الأسطوري، الفيول حق اليوم. حرفيا المقات حقتي هذه يعني من أفضل المقات اللي جربتها.
اوريدي شاري 2، حاط واحد عند بيت اهلي وواحد عندي من نفس المج هذا، وحتى قاعد اهديه الناس من كثر ما انا حاب البراند ذا، ويعني اي احد اعرفه يعني حقه هو كذا على طول هذا من الاشياء اللي يهديها له. شيء اسطوري، جودة عالية، يحفظ الحرارة والبرودة طبعا، بس بصراحة هو مصمم يعني حق حرارة يعني، او يعني انا استخدمه قهوة يجي بأنواع. هذا توني ما أخذه، اللون هذا اللي كذا صاير على بيربل، مرة حبيته. فخلونا الحين نتكي نشرب القهوة ونسولف عن المقاضي. أول رشفة، يا أخي القهوة أهن اللي اخترعها، أهن اللي قرر أنه يسوي شيء زي V60 وأنه ينتشر ذا الشكل. لذيذة، تخلي مخك يصحصح، خليك تبدأ يومك صح. تقييم القهوة اليوم 8.5/10. نجي الحين عند المقاضي وتجهيز الوجبات. ليش الواحد يبي يجهز وجبات؟ الجواب بسيط، اختصار وقت، تنظيم أكل، ووصول الهدف. كيف يعني؟ تجهيز الوجبات يساعدك أنك ما عاد تفكر وش بتاكل كل يوم. هل هذا الشيء ممل؟ ممكن يكون عند بعض الناس هذا ممل، بس إنه في نفس الوقت يجيب نتائج ويساعدك توصل للهدف. فأحس أن كل واحد مهما كان يعني هدفه لازم يوصل مرحلة أو على الأقل جزء من يعني رحلة في نمط الحياة الصحي إنه يجهز وجباته. مو شرط تجهيز كامل، مو شرط تجهيز كل الوجبات، لا، بس يعني يكون عنده وجبة خلاص عارف إن هذه بياخذها بيطلع بها الدوام بياكلها، الماكروس حقتها محسوبة، وفي نفس الوقت تساعده يوصل للهدف اللي هو يبغاه. طيب المقاضي اللي أنا باخذها اليوم بيكون فيها هدف واحد، واللي هو التركيز على البروتين. حاليا أنا في وضعي هذا الشيء اللي قاعد أركز عليه في كل ما رحت السوبر ماركت. وأنا بالعادة خلال الأسبوع يعني أروح السوبر ماركت مرتين. مرة اللي هي المرة الأساسية أسميها، تكون إني خلاص أبي أبدأ أسبوعي مجهز أكلي وعندي يعني أشياء أسويها خلال الأسبوع. وفي مرة ثانية أروح لها نص الأسبوع، تكون هذه لها علاقة بالتصوير والمحتوى. أحيانا مثلا أصير نسيت منتج معين، أو فجأة جتني فكرة وصفة أبغى أصورها بس يكون مثلا فيها كم منتج ما هي موجودة عندي، فأنا حاط في جدولي إني في روحة ثانية بسويها السوبر ماركت. بالعادة تكون هذه تلقيطات يعني، أخذ الأشياء على السريع وأطلع. طيب غير إنك ما تروح السوبر ماركت وأنت جوعان، أهم شيء تسويه هو إنك تكتب لستة المقاضي. اكتبها في نوتة على الجوال، اكتبها في ورقة وقلم، ما يهم. أهم شيء إنك تروح السوبر ماركت ومعك لستة. هالشيء بيخلي عندك هدف واضح، أنت عارف ليش أنت رايح هناك، عندك المقاضي هذه بتاخذها. ولو مثلا بعدها شفت أي شيء ثاني عادي ما عندك مشكلة، بس أهم شيء تكون يعني عارف أنت وش رايح تشتري. لأن صدقني ما ودك تروح تقول أنا والله ذاكرتي قوية وباخذ الأشياء وبجي تاخذ المقاضي، ترجع تبدأ تطبخ، هم من أثناء الطبخ تكتشف إن في عندك مكون نسيت تشتري وأنت قاعد تطبخ. فصدقني ما ودك تكون في هالموقف، فاللستة شيء ضروري جدا. أنا الحين توني كاتب لستتي وأغلبها أشياء أساسية يعني دجاج، حليب، بيض، زيت، لأني شيكت على الثلاجة اللي عندي. صح عندي نواقص ولكن مو كل شيء يعني أحتاج أشتريه. ففي بعض المقادير موجودة عندي already، ولكن في بعضها الأساسيات هذه بشتريها. فخلونا الحين نروح السوبر ماركت ونتقضى ونسولف هناك. وصلت الحين السوبر ماركت. عاد تعرفون أنتو دائما أتكلم لكم عن التوتيات، التوت الأسود مفضل بالنسبة لي. فكل ما جيت هنا أخذ لي منه. أتوقع أني باخذ النوع الصغير هذا زين. حطه. المشروم في أنواع منه اللي تكون مقطعة جاهزة زي هذا، فأتوقع أني باخذ لي واحد. قاعد الحين أفكر بالوصفة اللي أبي أسويها، فشكلي باخذ الفطر هذا المقطع. يمكن أسوي دجاج بكريمة المشروم تجهيز وجبات. حسيت أني اشتهيتها، وفي نفس الوقت أبغى شيء كذا يعني دافي يكون معها زي المرق أو الصوص، فحسيت أن الوصفة ذي بتضبط، فهذا بيدخل السلة هنا. نيجي عند الليمون. عادة الليمون صاير أحط على كل شيء. واخذ لي صحن واحد سعره 10 ريال تقريبا، 6 حبات. خش السلة. هذا القسم في التميمي دايم يحطون فيه تصفية وأسعار مخفضة، يعني أحيانا حتى بعضها تلقى عليها خصم 50% تقريبا. فإذا تبغى تاخذ شيء أو تبغى يعني تجرب أشياء معينة بس مو بدك تدفع سعرها الكامل، فهذا القسم يعني كويس. بس حط في بالك أنه إذا جيت تاخذ أي شيء من هنا شيك على تاريخ الصلاحية. بالعادة يكون التاريخ حقها يعني شوي يعني مو طويل مرة. هنا عندنا صدور الدجاج المجمدة. أنا أدخلها في نظامي كشركات صراحة أفضل داري، أحب الصدور حقتهم
هذا مكتوب هنا كل قطعة مجمدة لحالها. هذه القيمة الغذائية 85 سعرها لكل 100 جرام. طيب بس كم حجم الكيس هذا؟ هذا كيلو، باخذ 2. واحد، أعطني ثاني. يا أخي كل ما شفت تركي ذا الحجم كذا أحس إني ودي أطبخه، بس كم سعره؟ ما كتبوا سعره هنا، بس ما أتوقع إنه رخيص، وهذا يبغى له مقطع كامل يعني الحالة بس أصوره، فخليه بعدين. هنا صدور الدجاج، باخذ الصدور الدجاج فريش مع إني ماخذ مجمدة، بس عشاني في وصفة زي ما قلت لكم بسويها اليوم، فباخذ لي من هذه. بوريكم الحين حركة في التميم يسوونها اللي هي حركة التقطيع، فالحين بكلمه خليه يقطعها لي. شوفوا كيف يقطعها لي وجاهزة. بصراحة الخدمة مرة تفك أزمة إذا كنت مستعجل تبغى يعني أحد يقطع لك عشان تطبخ بسرعة وببلاش. نجي الحين عند قسم الخبز، والخبز فيه أنواع كثيرة مرة وسعراته حتى متفاوتة، بس يعني بشكل عام كلها كويسة. أنا أحب أخذ النوع هذا من اللوزين اللي بالحبوب المتعددة بالماكروز حقته، يعني مكتوب 78 كالوري ل 30 جرام. الشريحة الواحدة تقريبا 30 جرام، فيها 2.7 جرام بروتين، يعني لو بتاخذ شريحتين تكفل لك حدود 5 جرام بروتين زيادة على اللي بتحطه فيه. أنا أفكر أسوي تونة ساندويتش فعشان كذا باخذه. البيض طبعا ما يناقش، شيء أساسي في أي نظام غذائي، أو نقدر نقول يعني من أكثر المكونات اللي جودتها عالية، فناخذه على طول. هذا القسم المفضل بالنسبة لي حق البروتين والزبادي. أتوقع أني باخذ اليوم نكهة الشوكولاتة. هذا أبو 40 جرام بروتين، جبار. إذا تحب شرايح الجبن الأمريكي فلا تدور غير هذا البراند حق أمريكان كريستال فارمز، فات فري. شوف الماكروز المجنونة، 30 كالوري للشريحة الواحدة، فيها 4 جرام بروتين. أنا هذا البراند معتمده من سنين، بس مشكلته إنه ترى مو دايم يكون متوفر، فإذا لقيته صدع على طول. أنا عندي فما راح أشتري. وما دام أنا نازل عند قسم الأجبان، خلوني أقول لكم على موضوع الشدر أحيانا تلقى فيه كلمة شار، زي مثلا هذا مكتوب عليه إكسترا شار، وفي بعضها تلقى مكتوب عليها مثلا ميديم، زي هذا ميديم. إذا كنت بتسوي صوص جبن فدايم اختر النوع الميديم. فكرة الشار والميديم هذه لها علاقة بالمواد السائلة أو الموية اللي فيه. الشار بيكون ما في موية كثير، فذوبانه يكون أصعب، فإذا تبغى تسوي مثلا صوص جبن فخليك على الميديم. جبن الموزاريلا ما في براندات كثيرة تسوي موزاريلا قليل بالدهون، بصراحة ما شفت إلا يعني المراعي أو أشياء تكون مستوردة، فهذا البراند يعني جدا كويس. تبغى موزاريلا قليلة بالدهون هذا لايت. البروفولون هذا إذا تحب نوع الجبن اللي يتمطط في الساندويتشات، في الستيك ساندويتش مثلا، فهذا البراند جدا كويس. الجبن هذه اسمها بروفولون، هذه اللي تتمطط. شو الماكروز حقتها 50 للشريحة الواحدة. هنا عاد الحين خلوني أعطيكم شوي من خبراتي. هذا المنتج أكيد كثير منكم ما قد شافه. هذا نودلز بس إنه مسوى بالتوفو. تخيل إنه ما في إلا 20 سعرة، فإذا أنت واحد يحب النودلز يبي شيء لو كارب، فهذه اسمها شيتاكي سباجيتي. يعني ناظر شوف الماكروس 20 كالوري في السيرفينج الواحد. الباكت كله 226 جرام، 20 كالوري بس. شيء استهبال. عيبها الوحيد سعرها، يعني أنت تتكلم على حصة واحدة منها السعر تقريبا 17 ريال. بصراحة أشوفها غالية. ما للأسف مريت على قسم كريمة الطبخ بس ما في لايت هنا، شكلي بروح سوبر ماركت ثاني أخذها ولا بطلبها بشوف عاد. فهذا واحد من المقادير ما هي موجودة. نيجي عند المشروبات الغازية، وأنا بصراحة من الناس اللي ما أشوف إن في مانع إنك تدخلها في نظامك إذا كانت تساعدك إنك توصل لهدفك وفي نفس الوقت تستمتع بوجبة. فإذا بتستهلكها باعتدال يعني ما أشوف إنه في أي مشكلة إنك تدخلها في نظامك. أنا طبعا أعشق السبرايت زيرو، هذا بالنسبة لي أفضل مشروب غازي دايت نقطة آخر السطر. هذا الشيء لا يناقش، فباخذ لي علبة من الزيرو. نجي عند هذا القسم، صراحة أنا مسوي له سكيب كله تقريبا، بس إني وقفت عند المارشميلو. صراحة ما قدرت أقاوم يوم شفته، لأن جتني فكرة وصفة هوت شوكليت، فقلت باخذ لي مارشميلو عشان استخدمه كتوبينج معه. فبترقب الوصفة هذه.
طيب خلوني أوريكم شيء. البوب كورن يجي بنكهات، وفي براندات توفر الأنواع اللي زي هذا. مثل مكتوب كذا، وش مكتوب عندهن؟ إيه شوف 94% خالي من الدهون. هذا نفسه ولكنه مع دهون، نكهة الزبدة. وبصراحة الماكروز حقتهم يعني تفرق شوي، فإذا بتاخذ شيء خليك على النوع هذا. نجي الحين عند قسم الباستا، وبصراحة كقيمة غذائية كل الباستات تقريبا متقاربة جدا، لا الشكل يفرق ولا يعني القيمة الغذائية بتفرق. فأنت بس اختار اللي يناسبك أو اللي يعني البراند اللي تحبه. أنا في براند طحت عليه يعني ما عاد بعده، يعني اخترت شيء ثاني اللي هو هذا، اسمه مكتوب ديس ما ادري ايش اسمه، ديسكو. البراند هذا مجنون صراحه. يوم جربته تقريبا ما عاد جربت اي براند ثاني. يعني بريليا جدا ممتاز. بعد اذا تبغى كبراندين انا ارشح لك يا هذا، اذا ما حصلته اللي في يدي خذ بريليا توب. ونجي عند التونة، من أرخص مصادر البروتين اللي ممكن تاخذها وأسرعها لو تبي تاكل لك شيء على السريع الدزة كذا. لا تدور غير التونة. طبعا التونة تجي بأكثر من نوع، في التونة اللي بالزيت، في التونة اللي بالموية. إذا أنت هدفك نزول الوزن اختر التونة اللي بالموية، إذا هدفك زيادة الوزن اختر اللي بالزيت. أنا بختار هذا النوع، أحبه حق جودي. شيء مكتوب عليها بالماء والملح، مرة ممتازة. هذا الحجم الكبير باخذ لي حبتين منه. معجون الطماطم من الأشياء اللي كانت في الليستة عندي. أنا طحت في هذا النوع اللي يصير كذا حرفيا كأنه معجون. أشوف أن استخدامه بالطريقة هذه منطقي جدا، من أني يعني أكثر من أني أخذ العلب الكبيرة اللي لما أقصها خلاص لازم أستهلكها كلها. أحيانا أنا أبغى بس يعني 5 جرام أو 10 جرام، يعني ملعقة صغيرة جدا، فما تسوى أني أفتح علبة كاملة معجون طماطم إذا بسوي كمية بسيطة. بينما هذا صار يفك لي أزمة. صح أغلى شوي بس يعني بالنسبة لي يعني convenient. نيجي عند الصوصات، وبالنسبة لي الصوصات من متع الدايت دور على الصوصات اللي تكون قليلة بالدهون قليلة بالسعرات واستمتع فيها عادي، دخلها في نظامك. إذا تدور مايونيز فهيلمنز عندهم أطلق مايونيز في السوبر ماركت اللي هو lighter than light. مو هو هذا، في نوع يكون أخف من هذا. هذا مدري كاتبين سعراته كم، غلط طبعا، كاتبين لك 100 جرام. مدري ليش بعض البراندات يكتب لك 100 جرام، يا أخي ماني بحط 100 جرام بحط 15. فعموما عندهم هيلمنز يعني نوع مكتوب عليه lighter than light، سعراته أقل من هذا، وبالنسبة لي هو أطلق مايونيز. بالعادة ألقاه في الدانوب. خيار ثاني قليل بالسعرات اللي هو الخردل. أي براند نايف مثلا هذا، شوف السعرات كم مكتوب، 0. يعني تقدر تحط من قد ما تبغى. بس الخردل يعني حامض، فأنت بكل الأحوال ما راح كثير منه، ولكن ممكن تخلطه مع مثلا مايونيز مع عسل، يعني تسوي بخلطة معينة يطلع لك شيء لذيذ يعني حلو. الكيوبي مايو من ألف أنواع المايونيزات اللي فيكتها، ولكن مشكلته إنه متفجر سعرات، لأن على عكس المايونيز العادي هذا النوع يسوى بصفار البيض فقط، ككمية الدهون اللي فيه تكون أعلى بكثير. بالنسبة للكاتشب من الصوصات اللي بصراحة عقب ما جربت أنواع كثير منه اكتشفت أنه ما يسوى عليك أنك تأخذ الزيرو أو اللي سعراته قليلة، لأن الفرق ما هو ذاك الزود. لأن لو تشوف أصلا الكاتشب العادي كم سعراته 20 كالوري الكاتشب العادي، فأحس أحيانا ما يسوى أنك تدفع زيادة على سعر الزيرو أو اللي قليل بالملح أو قليل بالسكر. بالنسبة لي ما تسوى. الرز مصدر الكارب الأكثر شهرة عند كل الرياضيين. تبي تختار رز أسمر اختار، تبي تختار رز أبيض اختاره، يعني عادي كلها بتأدي الغرض. أنا بصراحة أحب أخذ رز أبو بنت اللي يصير قصير الحبة، الرز الأمريكي هو اللي أسوي فيه أغلب تجهيز وجباتي، لأنه يعني أشوف أنه مناسب ويشرب موية أكثر، فبعد ما ترجع تسخنه أكثر من مرة يصير يعني لا يزال ما ينشف مرة. فهو خيار اللي يعني شخصيا أنا أفضل. بس يعني أنت عندك أي براند تحبه اشتري. طبعا أنا ما راح أخذ رز اليوم لأن عندي في البيت. البهارات كلها سعراتها شبه معدومة وما تذكر، فدخلها في نظامك وانت مرتاح. تحط اللي تحب، يعني لا تشيل همها ولا تحسبها. حتى لما أسوي وصفاتي ما أحسبها إلا إذا كانت مثلا وصفة تتطلب نوع بهار بكمية كبيرة جدا. أتذكر وصفة دجاج بابريكاش كانت بنكهة البابريكا، والظاهر أني حاط فيها 50 جرام بابريكا، يعني شيء مجنون. ففي هذه الحالة تحسبها. أما غيره يعني إذا بتحط يعني توابل بسيطة على أكلك تنكه لا تحسبها
أبد وخذ راحة. هنا عاد قسم الدهون والبخاخات والزيوت، وإذا تبي خيار قليل بالسعرات ويساعدك تطبخ أو تحمص شيء في القلاية الهوائية فعندك هذا حق كريسكو بنكهة الزبدة، بخاخ مانع الالتصاق مناسب. طبعا هنا مكاتبين مغطين على السعرات بس هي 0 مكتوب. عموما الناس اللي يعني في كثير يغلطون في موضوع السعرات ان البخاخات هذه ما فيها سعرات. لا، البخاخات هذه فيها سعرات. شوف هنا كاتب لك حجم الحصة 1.3 سكند، يعني تقريبا ثلث ثانية بخة. بس لو مثلا بتبخ وبتقعد معلق عليه كذا طبعا بتضيف سعرات لأن في النهاية هذا زبدة أو زيت يعني، فاستخدمه ولكن انتبه لهذه النقطة. وبالنسبة عاد لموضوع الزيوت اللي تصبها صب كذا فلا تتفلسف، اختار لك نوع واحد واستخدمه للطبخ. أنا 99% من طبخي استخدم فيه زيت الأفوكادو، مو عشان زيت الزيتون ما أحبه، لا، أنا زيت الزيتون أحب أستهلكه لما أكون بحطه على السلطة أو بحطه يعني وأباكله مباشرة، بس كنكهة ما أبغى تكون نكهة زيت الزيتون في أي شيء أطبخه. بينما زيت الأفوكادو ما له نكهة، حرفيا ما له نكهة، فتحطه مع أي شيء تستخدمه بيخلي نكهات المكونات الثانية تبرز أكثر. ولكن أجين أنا في النهاية شيف، هالأمور والتفاصيل تفرق معي، بس إذا أنت واحد ما يبغى يفصل في الأمور فعادي ياخذ له نوع واحد ويمشي الليلة. عندك بعد زيت السمسم هناك نزوم عليه، هذا أحب استخدمه في الوصفات الآسيوية. إذا تبغى تسوي يعني ستير فراي نودلز أو ايجن رايس كذا استخدمه. هذا المقاضي اللي أخذتها من التميمي، الحين بنشوف كم بيطلع حسابها. نوريكم بس الأغراض اللي أخذتها نراجعها مع بعض. لقيت كل شيء أبغاه في التميمي باستثناء كريمة الطبخ. فيوم خلصت من التميمي رحت على طول أفران الحطب، لقيتها جنبي فدخلت عندهم ولقيت عندهم كريمة الطبخ. ما لقيت البراند اللي أبغاه بصراحة، لقيت حقت بوك. هذا معجون الطماطم، هذه التونة، حليب البروتين طبعا، والباستا. طيب هذه التونة الثانية. هنا الدجاج، عندنا الدجاج الطازج هذا اللي مقطع بطبخه الحين معكم. وعندنا هنا كيسين دجاج مجمد. هذه تقريبا هذه كل المقاضي. أبغاكم تخمنون كم الحساب قبل ما أقول لكم. كل شيء شريته من التميمي باستثناء هذه، فأنا جمعت الفاتورتين عشان أطلع النتيجة. طلع إجمالي المقاضي هذه 244 ريال فاصلة 33 هللة. بصراحة هذا متوسط الفاتورة بالنسبة لي. أجين في أشياء أنا ما شريتها لأنها عندي، وبرضو أنت في أشياء ممكن تشتريها بس إنك ما راح تستهلكها بشكل أسبوعي. زي مثلا يمكن تتكلم لكم عن الزيوت والبهارات، حتى لو شريتها ما راح تكون من الأشياء اللي كل أسبوع بترجع تشتريها مرة ثانية، مو منطق. فبتكون من الأشياء اللي تشتريها مرة واحدة وخلاص، يعني بتقعد لك أكثر من الشهر شهرين. 244 أتوقع إنه يعني مناسب جدا. هذا برضو مو أكل أسبوع كامل، بس إني مركز مرة على البروتين، مركز على عناصر يعني قيمتها الغذائية عالية، وحتى براندات معينة كان ممكن أخذ أشياء أرخص بس أنا أخذت أشياء غالية زي مثلا الباستا، معجون الطماطم، التونة، كلها كان في خيارات أرخص بس أنا مختار براندات أنا أحبها ويعني جودتها شوي عالية فزاد علي السعر حقها. لو إن ثلاجتي فاضية وأنا بشتري مقاضي حقة أسبوع، بدال المبلغ هذا اللي قلت لك الحين راح أوصل لقرابة 500. هذا متوسط فاتورتي لما أكون فعلا ما عندي ولا شيء في الثلاجة، أبغى أروح أبغى أعبي أكل أسبوع. أنا مركز على موضوع البروتين، فيعني الأصناف اللي أخذها أغلبها يكون فيها بروتين، لأن زي ما قلت لك كل وجباتي لازم يكون فيها بروتين. فعموما بضيف هذه الحين، برتب شوي، في أشياء بحاول أقطعها خضروات كذا عشان إن شاء الله نرجع لكم بالوصفة. طيب الحين عندي كل المقادير حقة الوصفة، رتبتها وقطعت كل شيء يحتاج تقطيع وجهزتها. في المطابخ الحركة هذه يسمونها ميزان بلاس، معناها زي ما قلت لك انك تجهز كل شيء للوصفة بحيث انه يكون قدامك. اول ما سمعت المصطلح ذا وتوقعت يعني انه نوع من الفلسفة اللي ما حد يحتاجها، يعني ليش انا اقطع كل شيء واسويه وارتبه وانا اقدر اروح اخذه واجيبه من الثلاجة لو بغيت. بس مع الممارسة والتجربة يوم اشتغلت في مطابخ مركزية يعني اكتشفت ان هذه النقطة من اهم الاشياء اللي اذا تعودت عليها تقريبا مستحيل تطبخ بدون ما تسويها. الفكرة منها انها خلاص تريح مخك اثناء ما انت تطبخ، ما عاد تفكر الا بالطبخ، ما تفكر انك نسيت منتج ولا شيء معين ولا مكون معين في الثلاجة او يبغاك تروح تجيبه، لا خلاص
تصير في الزون، يعني اول ما تبدا الطبخ خلاص انت عارف ان هذا كل شيء تحتاجه، فتقدر تبدا تطبخ مباشره. طيب قبل ما ابدا طبخ الدجاج ابى اكلمكم عن الرز. انا بسويه في محضره رايس كوكر. عندي هنا رز غسلته كم مره لحد ما صارت المويه حقته صافيه، بس بملحه، بحط عليه توابل وبحطه في محضره الرز. بستعمل هذا اسمه لاري سيزون سولت. لقيته منتج غريب ملح منكه، فقلت واينت، فاخذته عشان اجربه. بين فتره وفتره احب اطيح كذا على منتجات غريبه اشوفها في السوبر ماركت فاشتريها واجربها. فاليوم ببهر الرز به. انا اشوف دائما الناس يسوون يعني رز ابيض ويحطون بس مع ملح وكذا، يعني وهالشيء انا بصراحه ضده. يعني تحط لك رز مبهر متبل صح. فالحين بهذا بحطها الحين في محضرة الرز وبنجي نسوي الدجاج. طيب على صورة الدجاج المكعبات بنحط شوي زيت وبننزل البهارات، ملح، فلفل اسود، اوريجانو، نخش عليها باليد ونخلطها زين. وبصراحة المفروض اني اتركها فترة يعني تتشرب النكهات، يمسك فيها الملح وكذا، بس ما اليوم انا شوي مستعجل فعلى طول بطبخها. وانت اذا تقدر تركها دايم الدجاج كل ما خليته يتملح مدة اطول كل ما صار جوسي ومسك السوائل اللي فيه لما تطبخه، ما يطلع عليك ناشف. طيب هذا الحين كذا جاهز. بنسخن التاو وبنزل عليها شوي زيادة زيت نتوزع زين. بنزل الدجاج. أنا حالياً حطيته وما حركته، أبغى الوجه الأول حقي يتحمر زين تحت، بعدين بقلبه، بعطيه كذا 3-4 دقائق بدون ما ألمسه، بعدين ببدأ قلبه. هذا التحمير اللي أبغاه. الحين بقلبه. بعد ما يستوي الدجاج نبغى نطلعه على جنب. على نفس التاوى الحين بنزل المشروم. قللت على الحرارة المتوسطة تقريباً. بعطيه الحين رشة ملح. نقلب. بعد ما يلين المشروم شوي بنوخر على جنب ونخش بالبصل. اول ما يصير لون البصل شفاف شوي بننزل الثوم وبنقلبه، ما راح ياخذ الا 30 ثانيه. الحين بننزل فوقه مرق دجاج، نحرك. هذه الطبقه اللي تحت هي اللي فيها كل النكهات، نبي نفكها. شفت كيف نضفت. هذا اللي نخاف. عارف. بنحط خردل ديجان شوي ونقلب. أول ما يثقل الصوص شوي بننزل كريمة الطبخ اللايت. استعملت نص العلبة 250 ملي تقريبا. حرك. هذا اللون اللي نبيه بس نبغاه يثقل شوي. الحين بننزل طماطم مجففة نقلبها فوق الملح وتعدل. بيرفكت. الحين بننزل الدجاج وأي موية طلعت منه ونقلب الدجاج في الصوص. وانا الحين على حرارة منخفضة، احتاج بس اسخن الدجاج. الريحة نطفي النار الحين وبنزل الريحان، نعطيها تقليبتين على السريع وحرارة المقلة خليه يذبل. هذا الرز المبهر بعد ما جهزناه، شوف كيف لونه حبته فرق. الحين نبدأ نوزع الرز في الحافظات بالتساوي، وانا بصراحة ما اوزنه بعد ما اطبخه، يعني أنا وازن الكمية كاملة قبل الطبخ، وعارف إن الوزنية هذه على 4، فالآن بس أوزع بالنظر كذا يختصر لي وقت ونتيجة في النهاية نفسها. يعني أنا مدامني بستهلك كل الأطباق ال4 فالسعرات نهاية الأسبوع بتعادل نفسها، فما يفرق أن في صحن يكون فيه رز أكثر من الثاني. ونفس الشيء نوزع الدجاج بالكريمة في الحافة. السلام. شيك لي بس كيف احفظ وجباتي في الفريزر بعد ما اجهزها بهذه الطريقه. اول شيء اتاكد ان الوجبات ما عاد تطلع بخار قبل ما اغطيها، على افتراض ان هذه وجبات غداء عمل راح اكل وجبه واحده كل يوم. اول شيء من بعد ما اجهزها راح ينقسم هذه ال4 وجبات الى قسمين، 2 في الثلاجه 2 في الفريزر. خلونا نبدا اول واحده. اول وجبه باكلها اليوم هذه في الثلاجه الحين عندي، هذه 2 بتروح للفريزر. في اليوم اللي راح اطلع فيه هذه اكلها اللي هي الوجبه حقت بكره، راح في نفس الوقت اطلع واحده من الفريزر ادخلها للثلاجه. ليش؟ عشان اخليها تذوب على راحتها ويفك الثلج منها. هالطريقه راح تفيدك ان الصوصات وطعم الاكل راح يكون مختلف تماما من لما تطلع مباشره من الفريزر وتدخله في الميكروويف او تسخن. عشان ما تنساها، في نفس اللحظه اللي تسحب فيها واحده من الثلاجه عشان تاكلها على طول رح للفريزر خذ واحده ونزل الثلاجه عشان تاكل اليوم اللي بعده. كذا وصلنا لنهايه الفلوج، ان شاء الله انه عجبكم واستفدتوا منه. ولو تبون كتب الطبخ او برامج التمارين كلها راح احطها لكم في الوصف تحت. ونشوفكم ان شاء الله على خير الفلوج الجاي. سلام.